النهارده هنتكلم عن عربية صيني انتشرت في السوق المصري انتشار رهيب. العربية دي أثبتت كفاءتها واعتماديتها، ومفيش حد اشتراها إلا وعمرت معاه وما شكرش فيها. العربية دي هي بي واي دي اف 3. بي واي دي شركة صينية أصبحت واحدة من أشهر الشركات الصينية في مصر، وخصوصا موديل اف 3. العربية اللي شهرت بي واي دي وخلتها رقم واحد في فئة العربيات الصيني الاعتمادية في مصر. في الفيديو ده هنتكلم عن مواصفات وأسعار العربية، وفي الآخر هنتكلم عن مميزاتها وإمتى تشتريها، وعيوبها وإمتى ما تشتريهاش. الفئة دي بتيجي بموتور 1500 سي سي، بيطلع 108 هورس باور عند 5800 لفة في الدقيقة، و145 نيوتن عند 4800 لفة في الدقيقة. والعربية بتيجي بسرعة قصوى 180 كم في الساعة، وفيها خزان وقود مساحة 50 لتر. اقل خلوص للعربيه من الارض 17 سنتي، فالى حد ما العربيه دي عاليه عن الارض ومش هتحك معاك، الا طبعا لو انت محملها جامد قوي هتبدا تحك، بس طبعا بسيط. العربيه بتيجي بنظام فرامل اي بي اس واي بي دي. نتكلم بقى عن شويه التجهيزات اللي العربيه جايه بيهم. اول حاجه نتكلم عن التجهيزات الخارجيه: شبكه اماميه من الكروم، زجاج امامي مظلل، مساحات زجاج متعدده الدرجات، فوانيس خلفيه ليد، مرايات جانبية كهربائية بالإشارة ليد، مقابض أبواب خارجية بالكروم، فوانيس شبورة أمامية، فوانيس شبورة خلفية وعاكس للإضاءة، العلامة الخلفية ليد، وطبعا دي حاجة بتميز بي واي دي إن العلامة بتاعتها بتبقى منورة. جنوط رياضية ألمنيوم مقاس 15 بوصة. وده كان بالنسبة لتجهيزات الشكل الخارجي. العربية من بره شكلها حلو طبعا، بس نتمنى ان يجي نزل لها بره شكل جديد، يعني نتمنى ان هو يجي مصر. نتكلم دلوقتي عن التجهيزات الداخلية. العربية بتيجي بتكييف هواء مانيوال، مراية داخلية مضادة للانعكاس الضوئي وطبعا دي بتبقى مانيوال برضو، ساعة رقمية ديجيتال، عداد لفات المحرك، لوحة عدادات مضيئة ليد. هو طبعا يا جماعة انتوا لو تلاحظوا هم عاملين يقولوا الحاجات اللي هي عادية في أي عربية إن ده أوبشن، لأن العربية أصلا في الآخر وفي الأول عربية يعني اعتمادية جاية من الآخر، بيشتريها واحد عايز يشتغل عليها أوبر والكلام ده. فهو أي أوبشن يعني بيقولوه إن ده أوبشن فيها، وهو مش أوبشن. يعني إن أنت تقول لي إن فيها عداد لفات المحرك ده موجود في أي عربية في الدنيا، فهو بيعتبرها إن ده أوبشن يعني. بس أنا طبعا مضطر أقوله عشان ده اللي الشركة منزلاه، فأنا ببقى ماشي على الكتالوج بتاع الشركة بالظبط، ما ينفعش أزود أو أنقص حاجة. فانوس قراءة خلفي، زجاج كهرباء أمامي وخلفي، حامل أكواب وصندوق تخزين، مخدع يد مزود بصندوق تخزين مزدوج، مقابض أبواب داخلية بالكروم، فتح غطاء تانك البنزين وصندوق الأمتعة من الداخل، وده برضو ما حاطينه اوبشن، يعني انت بتفتحه من جوه، المفروض انت تطلع تفتحه من بره ولا ايه، انا مش عارف. فانوس فرامل بالزجاج الخلفي ليد، وده كان بالنسبه للاوبشن الداخلي. طبعا العربيه في الاخر اوبشنها مش عالي قوي، لانها على قد سعرها بتقدم اعتماديه فقط لا غير. المقاعد: مقاعد جلد فاخره، وطبعا دي حاجه فعلا عجبتني في العربيه، الجلد بتاعها الى حد ما خامته كويسه. جيوب تخزين خلف المقاعد الاماميه، مقاعد اماميه قابله للتعديل. ده كان بالنسبه للمقاعد. نخش بقى على الامان، وهي الى حد ما فيها انظمه امان كويسه: فرامل مناعه انزلاق اي بي اس واي بي دي، اكياس هواء ذكيه للسائق والراكب الامامي اللي هو فيها 2 ايرباج، حزمه امان اماميه ثلاثيه النقاط اللي هو بمعنى صح فيها 3 نقط للاحزام، ده طبيعي يعني، نظام امبولايزر ضد السرقه، نظام غلق مركزي للابواب بالريموت كنترول، يعني فيها ريموت كنترول، دعامات فولاذيه بالابواب، وطبعا دي حاجه تميز ان الهيكل بتاعها الفولاذ، فيها فولاذ قوي عشان لا قدر الله في التصادم تبقى العربيه ماسكه نفسها، مذيب ضباب بالزجاج الخلفي، نظام تامين اضافي لصندوق الامتعه، لمبه تحذير لحزام امان السائق، نظام امان للاطفال بالابواب الخلفيه، وده موجود في اي عربيه، اللي هو زراير اللوك اللي في جنب الباب عشان الباب ما يفتحش من جوه لو انت مركب اطفال وخايف يفتحوا الباب. ده موجود في اي عربيه يعني، مش اوبشن زياده. عجله القياده باور ستيرنج هيدروليكي، عجله قياده قابله للتعديل. ده كان بالنسبه لعجله القياده. نخش على نظام الصوت. العربيه بيجي فيها اريال راديو بالزجاج الخلفي، طبعا بيبقى الاريال مش بيتشال ويتركب، هو ثابت على طول، فطبعا ده اوبشن كويس جدا في العربيه الى حد ما، طبعا محترم، مش موجود في عربيات اعلى منه. راديو مزود بمدخل صوت خارجي، ده برضو راديو عادي يعني ما فيهوش اي حاجه. العربيه طبعا فيها اي يو اكس يو اس بي والكلام الاساسي ده. العربيه دي انا جربتها بنفسي، العربيه اعتماديه جدا ما فيش فيها اي مشكله، العربيه جميله. 2020 و2019 كان نازل لهم شكل جديد للطابلو من جوه، شكل يعني شالوا منه حاجات، يعني شالوا منه السي دي روم، مش عارف ليه شالوا منه السي دي روم على الرغم انه كان اوبشن حلو.
يعني في ناس طبعا اذواق، في ناس قالت الشكل ده حلو، في ناس قالت يعني الشكل ده وحش مش عاجبهم. فطبعا دي بترجع في الاخر وفي الاول للذوق. امتى بقى تشتري العربيه دي؟ العربيه دي تجيبها لو انت واحد شغال في اوبر، او عايز عربيه اعتماديه معاك، حمارة شغل زي ما بنقول، ما بتتعبش معاك، مجرد انت بتغير لها تيل الفرامل وزيت والكلام ده بس. العربيه مش هتتعب، بتشتغل كتير. طبعا احنا عارفينها في مصر بتشتغل اكتر في التكوسه والكلام ده، مش عربيات ملاكه شخصيه، نادرا ما حد بيجيبها ملاكه شخصيه، هي في الاول وفي الاخر عربيه شغل في الدرجه الاولى. العربيه مميزاتها انها زي ما قلت لكم اعتماديه الى حد ما على الطريق، ثابته لحد سرعات 120 110، بعد كده مش امان خالص بيها. على السرعات العاليه نخش بقى على عيوبها. على السرعات العاليه تلاقي جوه الصوت معاك قوي، صوت الهواء جوه رهيب. العربيه ثباتها على السرعات العاليه مش حلو، تلاقي بتعوم معاك جامد. طبعا بقى كل ما تبدا تسرع كل ما تلاقي العربيه بتبدا تتهز معاك، صوت الهواء جوه، صوت الموتور جوه. في الاخر وفي الاول العربيه خامتها كلها بلاستيك في بلاستيك، ما فيهاش حاجه جلد يعني. فانت طبعا كل حاجه سامعها جوه لان ما فيهاش مستوى عزل قوي. العربيه بتقدم لك يعني بالنسبه للسعر اقوى امكانيات. لو هنتكلم لوجان، وانا كنت عملت فيديو عن الفيات التيبو والرينول لوجان، تقدر ترجع وتتفرج عليهم وتقارن بينهم. ده كان الفيديو بتاعنا عن البي واي دي الاف 3. ما تنساش تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.